الساعة 3 الصبح. كان في واحد اسمه أحمد، شاب بالعشرينات من عمره. كان مقيم لوحده في شقة صغيرة فوق العمارة. الشقة كانت هادية، لكن كان فيها صوت غريب كل ليلة، بالذات الساعة 3 الصبح. الصوت ده كان زي صوت خربشة أو همسات، وكان أحمد كل ما يسمعه يحاول يتجاهله. في ليلة من الليالي قرر أحمد إنه يستكشف الصوت ده. قام من سريره وفتح الباب وخرج من أوضته. بدأ يمشي بحذر في الصالة، والظلام كان مخيم. قلبه كان بيدق بسرعة ودماغه مليانة أفكار. هو عارف إنه لو عدى المرحلة دي هيكون ممكن يكشف السر. وصل لأقصى الصالة وسمع صوت تاني. الصوت كان أقرب بكتير. كان في حاجة بتحرك، حاجة غريبة. أحمد قرر إنه يكمل، فتح باب البلكونة وطلع بره. المكان كان فاضي، بس الشارع كان مظلم، كل حاجة هادية. فجأة لقى ظل كبير بيظهر قدامه. كان شكل شخص، لكنه كان مش واضح. الظل بدأ يتحرك نحوه. أحمد شعر بالخوف وبدأ رجليه تهونه. حاول يهرب، لكن الظل كان أسرع. فجأة الهمسات بدأت تعلى، وكانت بتقول أحمد أحمد. أحمد بدأ يجري ورجع للشقة بسرعة. قفل الباب ووقف متكئ على الحائط. قلبه كان عمال يضرب. الوقت كان 3:30 والصوت كان لسه موجود. همسات بتزيد وصوت الخربشة بيقرب. أحمد مسك موبايله وبدأ يتصل بصديقه، لكن الخط كان مقطوع. فجأة سمع صوت ضرب على الباب. كان صوت قوي، كأنه حد عاوز يدخل. أحمد، افتح الباب. الصوت كان بيقول. كان صوت واحد من جيرانه، محمود. أحمد اتنهد بارتياح وفتح الباب. محمود كان شكله مرعوب. انت سمعت الصوت؟ قال محمود. بس مش عارف ايه هو، رد أحمد. محمود قعد معاه وبدأوا يتكلموا عن الموضوع. في حكايات بتقول إن المكان ده كان مسكون، وفي روح مش راضية تفارق المكان. أحمد حس بقشعريرة. يعني المفروض نعمل إيه؟ محمود قال أفضل حاجة إننا نقعد مع بعض لحد ما يطلع الفجر. مفيش حد يقدر ينام في الوقت ده. بمرور الوقت الصوت بدأ يختفي، لكن الخوف كان لسه موجود. أحمد ومحمود قعدوا يتكلموا عن ذكرياتهم، يحاولوا ينسوا الصوت اللي كانوا سامعينه. لكن فجأة الصوت رجع تاني، وبدأت الهمسات تعلى. أحمد ومحمود بصوا لبعض ووجوههم شاحبة. لا، أنا مش قادر أستحمل كده، قال أحمد. قبل ما يقدروا يتحركوا الباب اتفتح لوحده. كانوا في حالة ذهول. ظهر لهم ظل تاني، لكن المرة دي كان واضح أكتر. كان شكل بنت صغيرة وعينيها كانت سودة. انتوا ليه مش بتلعبوا معايا؟ قالت البنت. محمود وأحمد اتجمدوا في أماكنهم. نلعب، احنا مش عايزين نلعب، قال محمود. البنت ضحكت وضحكتها كانت مرعبة. لكن أنا عايزة تلعبوا معايا، أنا زهقت لوحدي. فجأة الدنيا بدأت تظلم أكتر. أحمد حس إنه مش قادر يتحمل. إحنا مش عايزين نأذيك، ارحلي. الفتاة قربت منهم والجو كان بيمتلئ بالخوف. ليه مش عايزين تلعبوا؟ كان في صوت في عقله بيقوله اهرب، لكن ما كانش في مكان يهابوا ليه. الفتاة بقت أقرب، قلبهم كان بيغلي. نحن نحب اللعب، بس مش دلوقتي، قال أحمد بصوت مرتجف. وفجأة البنت اختفت. كل حاجة هديت. أحمد ومحمود بصوا لبعض مش مصدقين اللي حصل. تفتكر هي راحت فين؟ قال محمود. ممكن تكون راحت، بس أنا مش مطمئن، رد أحمد. وبعد شوية سمعوا صوت جرس الساعة. كانت 4 الصبح. كل حاجة هديت، لكن الخوف كان لسه موجود. هم قرروا إن هم مفيش حاجة تستحق الحياة لو كانوا مستمرين في العيش في المكان ده. من ساعتها أحمد قرر إنه يسيب الشقة، لكن الصوت كان لسه في دماغه. كل ما يحاول ينام يسمع الهمسات، كل ما يفتح عينه يشوف ظل البنت، وهو في سرير جديد، لكن الخوف ملوش عنوان. ربما كانت الساعة 3 الصبح مجرد بداية لرحلة ما كانش بعدها نوم.